السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا في أفضل الأحوال في تمام الصحة والعافية. فيديو ديال اليوم أو وصفة اليوم هي عبارة عن ساندويش بدون لحوم. كله صحي. يعني خبز بدقيق القمح الكامل ومعقودة وحتى حاجة ما مقلية، يعني معقودة في الفرن، باذنجان في الفرن والفلفلة في الفرن. كينفعوا هكا الخرجات، يعني الا بغيتو ديهم الخرجات، وكيجيو اقتصاديين وكي يكونوا هكا اكثر استهلاكا في فتره الصيف. اذا نمروا المقادير وطريقه التحضير. عندي 500 غرام ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، وعندي كاس ونصف ديال الدقيق الابيض، عندي معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره يعني كتكون عامره، وجوج معالق كبار ديال الخل. هاد جوج معالق كبار ديال الخل هما اللي كيعطيو الهشاشه، وكيبقى لكم الخبز محافظ على الهشاشه ديالو اكبر وقت ممكن. عندي 3 ملاعق كبيره ديال الزيت النباتيه، يمكن لكم تستبدلوها بالزيت الزيتون. وهنايا غادي نبدا نجمع بالماء الدافئ. هنايا العجينه ما غتحتاج منكم لا دلك ولا مجهود ولا حتى حاجه، فقط غادي تعطيوها واحد الكميه ديال الماء. كيف ما كتعرفوا فالدقيق القمح الكامل كيبغي الماء، فانا غادي نجمعو، غادي نخلي العجينه لينه، غنخليها كيف ما تنقولوا حنايا، غادي نخليو العجينه جاريه، ما غادي ندلكها ما والو، غادي غير نجمعها وغنخليها جاريه كيف ما غيبان لكم. وغادي ندهنها بواحد شويه الزيت ونغطي عليها ونخليها تختمر كيف ما كيبان لكم. فانا ما كندلك ما والو، فقط غير كنجمعها باش ندخل كاع هذوك المكونات في وسط العجينه، وغادي نخليها يعني نخليها لينه، وغادي نخوي عليها واحد شويه ديال الزيت غير باش ما تلتصقش ليا في الاناء اللي غادي ندير نخليها فيه، ونخليها حتى تختمر. يعني من بعد ما ضاعفت ليا حجم العجينه، من بعد ما اختمرت، فانا غادي نقسمها لقطع، يعني ما صغيرين ما كبيرين، يعني كويرات ما كبيره ما صغيره. يعني غتخرج ليا دي بان ساندويش اللي ما يكونوش هكا صغارين بزاف وما يكونوش يعني حجم كبير، يعني متوسطين. انا غادي ناخذ هنايا خديت النخاله، يعني خديت الدقيق الكامل وغربلته، خديت منه هذيك النخاله الغليظه. هنا غادي ندهن اليدين ديالي بالزيت كيف ما سبق لي وذكرت. فالعجينه خليتها يعني لينه او لا جاريه، غادي ضروري نستعن بالزيت باش ما تلتصقش ليا العجينه في اليدين ديالي اولا في السطح العمل. كيف ما ان الزيت غادي يعطيكم واحد يعني التحميره اللي كتجي زوينه. انا غادي نسرحها غير بيديا، ما غادي نستعمل لا مدلك لا والو، يعني سريعه. وغادي نبدا نديرها في القمح. يعني انايا خرجت ليا 9 ديال القطع، فانا 5 غادي نديرهم في دقيق القمح اولا النخاله، و4 ديال لي بان ساندويش غادي نديرهم في الفينو. يمكن لكم ديروا الفينو، يمكن لكم ديروا السميده، يمكن لكم ديروا الشوفان، يمكن لكم ديروا يعني الزرارع هكا زنجلان، يمكن لكم ديروا فقط غير النخاله. الرغبه كتبقى لكم، يعني التشكيل ديالو او التزيين ديالو كيبقى لكم على حساب الرغبه ديالكم وعلى حساب المتوفر في كل بيت. يعني كيف ما كيبان لكم فهي طريقه سهله وطريقه سريعه، وهاد لي ساندويش ما كياخذوش منا بزاف ديال المجهود. فقط غنعجنوا العجينه كيف ما شفتوا، فهي ما مدلوكه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، انا غير جمعتها وخليتها يعني جاريه. لان دقيق القمح الكامل ما كيشربش في هذه الاثناء، وانما كيشرب في اثناء الطهي ديالو، كيقصاح الخبز. داكشي علاش غادي تخليوه جاري. هنايا من بعد ما اختمرت لي العجينه، غادي ناخذ يعني واحد الموس اللي يكون ماضي اولا شفره، يعني تاخذوا ززوار ولا كيتوغ اللي عندكم، وغادي ديروا فليحات هكا، اما في الوسط كيف ما درت انا، واما في الجنبات. يعني هنايا بالنسبه يعني الحشوه اللي غادي نديرو وسط الساندويش، انايا خديت يعني حشوه عاديه، وخديت 2 فلفلات خضرين، يمكن لكم ديروا خضرين حمرين صفرين اللي عندكم. انايا توفرات عندي غير الخضره فقط. وصراحه الخضراء كتجيني افضل من الحمراء، واخا نفس المذاق، ولكن كنفضل انا الفلفل الاخضر. هنا خديت واحد 2 دنجالات اولا باذنجان وقطعته شرائح يعني دوائر. هنا خديت الملحه ودهنت اللاطه من الاسفل بالزيت، ومن الفوق درت خويت عليها واحد شويه الزيت، يعني رشيت عليها شويه الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون وشويه الملح، وغندخلها للفرن اللي كيكون شاعل على اعلى درجه من التحت ومن الفوق.
لا بالنسبه للغازي ولا بالنسبه للفرن الكهربائي. هنايا بالنسبه للبطاطا انا خديت 4 حبات من البطاطس اللي الحجم ديالهم كيكون متوسط، وعلى حسب افراد العائله وعلى حسب الكميه اللي بغيتو ديروا، وسلقتها بالقشر ديالها. هنايا من بعد ما قشرتها زودت لها القشره. انايا يعني خديت فرشيط ومعست ديك البطاطا ودرت ليها العطريه، يعني التحميره، يعني تحميره، يعني نصف ملعقه صغيره ديال التحميره، نصف ملعقه ديال الكركم، نصف ملعقه ديال الزنجبيل، نصف ملعقه ديال يعني ربع ملعقه ديال الفلفل الاسود، ويعني وخديت بودره ديال الثوم والملح. الا ما توفرش عندكم بودره ديال الثوم غادي تحكوا الثومه اللي كتكون هكا طريه. هنايا خديت لا شابلور اولا البقسماط اولا يعني انا هذا منزلي، فانا يتبقى لي الخبز. الخبز تبقى لي وقطعته، يعني قطعته شرائح رقيقه ودخلته للفران على اعلى درجه، ومن بعد خديت الهاشوار وطحنته فيها يعني حتى تقصاح بالمره، وقطعته قطع صغيره وطحنته في الاشوار صافي. هنايا غناخذ اللاطه ودهنتها بالزيت، يعني دهنت اللاطه بالزيت باش ما تلصقش لكم البطاطا. هنايا كيف ما شفتوا انايا درتها كويرات، يعني الكويرات لكم يعني الحجم كيبقى لكم على حساب الاختيار وعلى حساب الرغبه ديال كل سيده. يعني انا درتهم ما كبارين ما صغارين، يعني القياس اللي غتجيني وسط الخبز ديال الساندويتش اللي درت معاكم، يعني ما يجوش خارجين بزاف وما يجوش صغارين بزاف، يعني على يعني يجيو قد كنتمنى تكونوا فهمتوني، يعني يجي ملي تحطوهم يجيو يعني قد الخبز ديال الساندويتش. اذا من بعد ما طاب الخبز ديال الساندويتش ما قلت لكمش على الفران تيكون مرتفع على اعلى درجه، لا بالنسبه للفرن الغازي ولا بالنسبه للفرن الكهربائي، وهذا الشيء كله طيبته على نار اللي كتكون مرتفعه من التحت ومن الفوق. كانت عندكم العافيه غير من التحت غديروا غير من التحت حتى يتحمر لكم من التحت، وتهبطوا اللاطه ديالكم للتحت وتحمروا الوجه ديال المعقوده اولا ديال الخبز اولا ديال الفلفله والبتنجان. هنايا من بعد ما طابت ليا يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، كنظن غتاخذ لكم 15 دقيقه، لا بالنسبه للمعقوده ولا بالنسبه للبتنجان والفلفله. هنايا غادي نحاول انني نقشر لانها مازال سخونه، قشروها وهي مازال سخونه، ما تخليوهاش تبرد لان ما غاديش تبغي تقشر معكم. هنا غادي نزول هذاك اللب ديال الفلفل وغادي نقشرها. هنا كيف ما كتشوفوا الخبز كيجي طري، كيجي طري وكيجي رطب وخاوي، ما فيش البابه من الداخل كيف ما كيبان لكم، راه ما معجن ما ما فيش البابه، يعني ما غليتش ومازال راه باقي هنايا كاع ما برد الخبز. انا كنقسمو معكم وهو مازال سخون. هنايا غناخذ الكيتشوب اللي هو منزلي. انا غادي نخلي، فانا من وراء هذا الفيديو انا غادي نحط لكم الفيديو ديال الكيتشوب والمايونيز اللي كيجيو لذاذ وما كنستغناش عليهم. طيل فتره تقريبا فتره الصيف كنحضر انا غير الكيتشوب والمايونيز اللي كيكونوا منزليين، لان كيف ما كتعرفوا في الصيف فما كنبقاوش نقدوا ناكلوا المرقه اولا يعني شي حاجه ثقيله هكا، فكنفضلوا الساندويتشات، وخصوصا ملي كنكونوا يعني هكا الخارجات بحال البحر ولا يعني هكا المنتزهات ولا نتوما راه كتعرفوا. فهاد الساندويتشات كيجيو اقتصاديين بدون اي لحوم يعني، وكيجيو صحيين 100%، يعني ما كنستعملوش فيهم الزيت بتاتا، يعني اولا كميه قليله، كنظن شي 4 المعالق ديال الزيت اللي استعملت اولا اقل من 4 المعالق ديال الزيت. هنايا كيف ما سمعتوا فالمعقوده كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه ما تصوروش صراحه، حتى غادي تجربوه غادي تعرفوا كيجيو لذاذ وبنان هاد لي ساندويتش هذا، وهذا هو الشكل النهائي. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق الزوينه ديالكم، ولا عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوني ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وتدعموني بالاشتراكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب والاحباب وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وكنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا واستودعكم الله والى فيديو قادم ان شاء الله تعالى.